67 حزبا معترف بها، و43 تنتظر، و44 رفضت مطالبها لعدم تطابقها مع قانون الأحزاب حسب جواب وزارة الداخلية. ذلك هو المشهد الحزبي في تونس ما بعد الثورة. أحزاب معترف بها من قبل، وأحزاب كانت ممنوعة في العهد السابق وأنصفتها الثورة، وأحزاب تأسست بعد الثورة وتطمح لأن تفتك موقع قدم في المشهد السياسي الجديد. هذه الأحزاب الناشئة التي نعتقد أنها موجودة بشكل كبير في المستوى الشارع التونسي، تنم على أغلبية، ولكن أغلبية صامتة، أغلبية لا تعرف أين تتموقع على اليمين أو على الشمال، ما زالت ضايعة. فنعتقد احنا معناها أحزاب معناها المجهود الفردي لكل حزب ممكن يكون ضعيف، إقامة الجبهة تعطي معناها دفع للمواطن التونسي. أحزاب تخضع للتقسيم التقليدي بين الإسلامية والقومية واليسارية، في حين أن من الأحزاب الجديدة من يعتبر نفسه خارج التصنيفات التقليدية المتداولة، لأنه يرى أنه قادر على تجميع فئات جديدة لم تكن مسيسة من قبل. التصنيف الكلاسيكي للأحزاب بين أحزاب يمينية ويسارية نعتبروه ما يطبقش علينا. احنا نقولوا اليوم اللي احنا حزب حداثي تقدمي، نراو اللي النمو الاقتصادي هو اللي باش يمكننا باش نحلوا المشاكل الموجودة في البلاد. المهم هو طرح المشاكل، وجود الحلول المثلى لها، وأهم المشاكل بالنسبة لنا هما مشاكل البطالة والفقر، لكن كذلك ضرورة دعم الطبقة الوسطى ورد الاعتبار الطبقة الوسطى. إذا كان عدد من الأحزاب الجديدة مهددا بالانتصار في وقت قريب كما يقول مراقبون، فإن الانتخابات القادمة ستكون الامتحان الحقيقي دون تمييز بين قديم وجديد. الانتخابات القادمة ستكون ضربة قاسمة لكثير من الأحزاب الأخرى، بل أني قد لا أفاجئك بأن أقول لك أن كثير من الأحزاب التي تعتبر نفسها الآن في منأى عن أي خطر يتهددها سيلحقها رجع صدى من هذه الانتخابات. فالخارطة السياسية في تونس سيعاد تشكيلها تأكيدا بعد 24 جويلية إن تمت هذه الانتخابات. تضخم المشهد الحزبي في تونس لا يبعث على التفاؤل كما يقول الكثير من التونسيين، لاعتبارهم أن بعض الأحزاب قد يعجز عن تقديم ما ينفعهم، ولخوفهم أن يعود أنصار الحزب الحاكم السابق المنحل من نوافذ مختلفة بعد أن أخرجهم الشعب من باب الثورة الكبير. بقدر ما يرتفع عدد الأحزاب بقدر ما يتساءل التونسيون عن قدرتها على الصمود، كما يتساءلون عن قدرتهم هم على التمييز بينها، وهي مهمة ليست باليسيرة إذا علمنا تشابه أسمائها وبرامجها. لطفي حجي، الجزيرة، تونس.